حقيقي يا ريتني عرفت الافكار دي من زمان. لو عندك كيس شعريه او مكرونه اوعي تفتحيه بالشكل ده، لا هاتي مقص بالشكل ده وافتحيه من النص بحيث ان يكون في طرفين تقدري تمسكي منهم، وبعد كده تيجي بقى تضمي الطرفين وتربطيهم بالشكل ده. بكده كيس المكرونه عمره ما هيتفتح منك في المطبخ، وبكده الدولاب في المطبخ هتفضل نضيفه. تعالي نشوف الفكره التانية مع بعض. هاتي فوطه فيها ميه يعني تكون منديه كده، وبعد كده حطي عليها لوحه التقطيع، بكده عمرها ما هتتحرك منك ابدا وانت بتطبخي. لو عندك برطمان عسل او سلطه او اي حاجه مش راضيه تتفتح خالص، هاتي استك او هاتي الجوانتي. الجوانتي ده يا جماعه رهيب جدا في فتح اي حاجه مهما كانت كده ضيقه، وبكده هتقدري تفتحيها بكل سهوله. لو عندك ضلفه المطبخ بالشكل ده تعالي نستغلها. هاتي الدبل فيس ده او اللزق ده، هتلاقيه عند بتاع الادوات المنزليه وهتحطيه بالشكل ده. بكده تقدري تحطي اي حاجه وتعلقي اي حاجه في المطبخ. معالق التوزيع، وبصوا شكلها حلو جدا وكمان رخيصه بحوالي يعني 30 او 25 جنيه. جربي بجد الفكره دي هتعجبك جدا، وخدي منها براحتك كده طول ما انت بتطبخي، وكمان كده منظمه. لو عندك كبشه او مقصوصه مش عارفه انتوا بتسموها ايه، قولوا لي في الكومنتات. هاتي كده وتعالي بقى على المراتب او على المفارش مش عارفه تحطيها وايديك بتوجعك، حطيها بالشكل ده. عايزه اقول لك هتتحط بكل سهوله وكمان هترتب لك المكان. هاتي ايد مقشه وسلكه كده بالشكل ده، السلكه المعدن دي، وتعالي ما اقول لك على فكره حلوه قوي. هتربطيها بالشكل ده وتعالي بقى على اي مكان كده بعيد كده عايز يتنظف. بجد الفكره دي حلوه قوي، وكمان ممكن يشيل اي ترسبات كده موجوده على السيراميك للاماكن البعيده. جربي الفكره دي هتعجبك جدا. تعالي نشوف الفكره اللي بعد كده. لو انت عندك بقى الزيت كده بيطلع منه ريحه مش لطيفه خالص، هاتي معلقه صغيره خالص كده من الزعتر وحطيه في الزيت بالشكل ده. مش هيأثر خالص في الطعم، بس هيمنع الريحه الزفره اللي موجوده في اي زيت انت بتستخدميه. جربي بجد الفكره دي هتعجبك جدا. هاتي بقى منديل وشويه برفان كده وحطيه على البرفان كده بالشكل ده، وبعد كده تعالي بقى حطيه في المخده. عايزه اقول لك هيخلي ريحه المكان اللي موجود فيه المخده دي جميل جدا، وحتى لو في كمكمه في المكان. جربي بجد الفكره دي هتعجبك جدا. تعالوا بقى ما تنسوش بقى اللايك يا حلوين. لو انت عندك بقى الجاروف وجيتي كده تستخدميه التراب بيقع منك بالشكل ده، هاتي كده شويه ميه يعني صغيره خالص وحطيه في الجاروف بالشكل ده، بعد كده لمي التراب زي ما انت كده عايزه. وعايزه اقول لك التراب هيلزق في الجاروف وهيتشال معاكي بكل سهوله. لو عندك بقى الفلفل كده عايزه تقطعيه بالشكل ده وكده بيكون حامي، عايزه اقول لك هاتي كده نقطه زيت علشان ايدك كده ما توصلهاش حراره وتتعبك، فانت هاتي كده نقطه زيت وكملي عادي في تقطيع الفلفل. لو انت عندك بقى البانه كده على السجاده بالشكل ده، هاتي شويه ميه وفوطه ورشي على الفوطه بالشكل ده، وهاتي مكوه. عايزه اقول لك هتتشال معاكي بكل سهوله، وكمان ممكن تستخدمي تلجيه برده هتتشال معاكي اللبانه بكل سهوله. جربي بجد الافكار دي هتعجبك جدا. تعالي بقى انت لو عندك خيار وبيدبل كده في التلاجة، هقولك على فكره حلوه قوي. هاتي كيس وحطي فيه الخيار بالشكل ده وحطي معلقه، وكمان ممكن تحطي منديل علشان يمتص كل الرطوبه اللي موجوده في الخيار في التلاجة. جربي بجد الافكار دي هتعجبك. تعالوا بقى نشوف الفكره اللي بعد كده. لو انت عندك بقى شوربه وجيتي كده تشيلي بالمغرفه الشوربه، هاتي كده مصفى وشيليها بالشكل ده. الشوربه هتتشال معاكي بكل سهوله من غير بقى بصل ولا اي حاجه، هتكون صافيه خالص. تعالوا بقى نشوف الفكره اللي بعد كده. لو انت عندك بقى بيض وعايزه كده تشوفيه كده بايظ ولا لا، هتجيبي فلاش موبايل وهتجيبي البيض بتاعك بالشكل ده، هتروحي حاطه البيضه على الفلاش. لو طلعت معاكي صافيه بالشكل ده يبقى هي كده حلوه وتتاكل، اما لو طلعت سودا فهي كده مش حلوه خالص ما تتاكلش. لو عندك كميه بصل كده وعندك عزومه وعايزه تعملي البصل كده بسرعه، هاتي كده يعني احنا طبعا بنستخدم السكينه، لكن هاتي كده المخرطه خصوصا لو كانت حاميه. كميه البصل دي هتتعمل معاكي بكل سهوله، وكمان ريحه البصل او الدموع حطي معلقه كده في بقك. جربيها بجد الفكره دي هتعجبك جدا وهتمنع اي دموع، والبصل كمان هيتعمل معاكي بكل سهوله. لو عندك علبه المناديل دي ما تفتحهاش بالشكل ده، لا اضربيها كده من جنب هتتفتح معاكي بكل سهوله. لو عندك بقى ريحه الزباله كده معبيه المكان، هاتي كده قطنه وشويه برفان وحطيهم على الباسكت بالشكل ده، وروحي بقى على المكان اللي انت بتحطي فيه، هيخلي ريحه المكان جميله جدا. عارفين بقى اكره المطبخ، هاتي كده الاكره دي وتعالي بقى على الغطا. لو انت عندك الغطا كده بايظ حطيه بالشكل ده، وعلى فكره ممكن تجيبيه من اي مكان بتاع ادوات يعني نجاره كده. بصوا هيتحط معاكي بكل سهوله وشكله شيك كمان. تعالوا بقى نشوف الفكره اللي بعد كده. لو انت كده عندك المبشره دي، فتعالي ما اقولك على فكره حلوه قوي. احنا طبعا بنبشر بالشكل ده، لكن من الاسهل ان انت تحطيها نايمه بالشكل ده، مش هتتحرك وهتتعمل معاكي بكل سهوله. لو انت عندك بقى ازاز على الارض
بالشكل ده عايزه تشيليه، وبيفضل كده فتافيت كده صغيره خالص. ممكن تجيبي اي بروه صابونه وتحطيها في الميه، وبعد كده تشيلي كل الفتافيت الازاز اللي موجوده على الارض بكل سهوله. جربي بجد، الافكار دي هتعجبك جدا. تعالي بقى لو انت عايزه تنضفي الركنه او الكنب الموجوده عندك، هاتي غطا حله وهاتي فوطه وبشويه ميه وصابون سائل. عايزه اقول لك حقيقي حرفيا هيطلع بلاوي من الركنه. بجد الفكره دي لازم تجربيها. بصوا طلعت حاجات ما كانتش يعني ايه ظهر. هاتي بقى المساحه بتاعتك وشيلي الجلده دي، وتعالي ما اقولك على فكره حلوه قوي. عايزه اقولك لما تشيلي الجلده من المساحه كده هتنشفي السجاد المغسول بكل سهوله، وكمان ممكن تغسليه كده وانتي واقفه. بجد الفكره دي حلوه جدا. تعالي بقى ما اقولك على شويه افكار كده هتعجبك جدا. طيب انتي لو عندك بقى هنا شويه كده الصابون سايل كده يكونوا صغيرين، هاتي بقى معلقه كبيره من السكر. السكر يا جماعه بيساعد على الصابون، بيرغي كتير جدا، وممكن بقى تغسلي بقى المواعين بكل سهوله. ده لو عندك شويه صابون كده صغيرين ونسيتي كده تجيبي الصابون. بصوا الرغوه بتتضاعف خالص وبترغي خالص، وكمان يعني هتنجز معاكي كتير. لو انت عندك بقى الجيبه دي وبتلزق على جسمك، تعالي ما اقولك على فكره حلوه قوي. او اي جيبه بتلزق على جسمك، هاتي مشبكين، اي مشبكين عاديين خالص، وبعد كده اقلبي الجيبه بالشكل ده. المشابك يا جماعه اللي هي الدبابيس العاديه خالص، هوريكم شكلها. بصوا الشكل ده، هتجيبي المشبكين وتحطي واحد ورا وواحد قدام، او اتنين، واحد على اليمين وواحد على الشمال. دي بقى بتصدر ايونات بتخلي الجيبه ما بتلزقش على جسمك خالص. بجد الفكره دي حلوه قوي، وبتوسع الجيبه كده وما بتخليش جسمك يعني يلتصق باي جيبه. تعالي بقى لو انت عندك الرولات دي، تعالي ما اقولك على فكره حلوه قوي. يعني نزلت فكره قبل كده، بس النهارده فكره مختلفه. هتروحي كده مقطعاها بالشكل ده على حسب حجم السكين اللي موجود عندك. هنجيب بقى مثلا، انا عندي السكينه الكبيره فانا قطعت على مقاس السكينه بالشكل ده. ده يعتبر كفر يا جماعه. لو انا مثلا واخده السكين اي مكان، مثلا مسافره او اي حاجه، او كمان عايزه احتفظ بيها كده في المطبخ من غير ما تجرح المطبخ، فانت ممكن تجيبي الرول ده وتحطيه، او تحطيه كده على مقاس السكاكين اللي موجوده عندك. بجد هيحمي ايدك من السكاكين، وفكره دي لطيفه جدا. تعالي بقى لو انت عندك الشرشوبه دي، هقولك على فكره حلوه قوي تعمليها. طيب الشرشوبه دي ساعات بتكون ناعمه على الارضيات وما بتشيلش اي رواسب موجوده او لازقه على الارض، يعني الحاجات اللي بتكون لازقه على الارض. فانت هتجيبي كده الشبكه دي بتاعه الليمون او بتاعه اي حاجه او العاب مثلا احتفظي بيها، بنستخدمها في حاجات كتير جدا. هتروحي حطاها على الشرشوبه بالشكل ده. وعايزه اقولك بقى على اي حاجه ملزوقه على الارض، فتافيت او اي حاجه لازقه، هتشيلها بكل سهوله. بصوا اي حاجه كده لازقه من يعني اي حاجه يعني تراب او كده، بيشيلها بكل سهوله. منها ان هي تنشف الارضيات، ومنها كمان ان هي تشيل اي حاجه كده ملزوقه على الارض. الفكره اللي بعد كده، لو انت عندك الايد دي بتاعه التويلت او التواليت او الحمام زي ما بتسموه، دي بتكون ريحتها كده مش لطيفه يا جماعه من الاستخدام. فانا هقول لك على فكره حلوه قوي، منها هتخلي ريحه الحمام كده معطره وجميله. هتروحي فكها بالشكل ده. والقاعده دي بعد ما تغسليها هتحطي معلقه كبيره من الكربونات ومعلقه كبيره من الزيت العطري. انا استخدم زيت الورد، تحفه جدا في الاستخدام. وهتجيبي شويه ميه وكربونات وتحطيهم كده على بعض. وبصوا بقى بعد ما تغسليها كويس جدا هتغطسيها كده، وقت الاستخدام هتبقى ريحتها لطيفه جدا، وهتخلي ريحه الحمام خطيره بجد. جربي النهارده افكار، يا ريت النهارده تعجبكم. ما تنسوش اللايك والشير والمتابعه. يلا والسلام عليكم.